السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم العبايه بالبليات من الامام ومن الخلف، كتجي زوينه في اللبسه ديالها. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الفصاله هاد العبايه. بالنسبه للثوب، هنا عندي الثوب كريب، كنحتاج في المتراج 3 متر الا ربع على متر ونص باش غنفصلوا هاد العبايه هذه. اول حاجه كنديرو هي اننا كناخذوا العبار ديال الكمام، هما الاولين كنحيدوهم. من بعد ما كنطويو الثوب ديالنا على 4، كنطويو على الطول ديالو بحال هكا، كنطويوه على 4، غنقادو هكا على 4 ونرجع معكم باش ناخذوا العبار ديال طول الكم. من بعد ما طوينا الثوب كيف ما شفتوا معايا على 4، كناخذوا العبار ديال الكم. طول الكم عندي 59، غنزيد قياس ديال الخياطه وغنقطع الثوب ديالي يعني على هذا الشكل هذا، نخلي قياس ديال الخياطه وكنحيدو طول الكم هو الاول. نحيد هاد الطرف الجانبين حتى نرجع ليه من بعد، وغنقاد الثوب على العرض ديالو، يعني الكمام قطعتهم على طول، وبالنسبه للتفصيله ديالنا غنفصلوها على العرض. كيف ما كتعرفوا ان الثوب ديال الكريب يعني يمكن لك تخدمي به على طوله او عرضه، يعني ما فيش شي رسومات او شي هذه اللي غتخليك انك تفصلي الثوب فقط غير على الطول ديالو. غنقاد الثوب ديالي بحال هكا على 4 على العرض ديالو. بعد ما قادينا الثوب ديالنا على 4 كيف ما شفتوا معايا، الثوب رحنا طويناه على العرض ديالو، يعني في الاول كنا طويناه على الطول باش حيدنا الكمام، طويناها ها هي كتعطينا 50 سنتيم، يعني 50 سنتيم راها مطويه على 4 من الفوق حتى لتحت. اول حاجه كناخذو هي كناخذو العبار ديال الكتاف، عندنا 23 ديال الكتاف ها هي، زائد سنتيم ديال الخياطه هي 24، غناخذو 24 باش كنخليو حق الخياطه. كنهبط هنا ب3 سنتيم باش كنطيحوا الكتيفات ديالنا، وكنجي لهنا التقويره ديال العنق كندير فيها 7 سنتيم باش ما تجينيش تقويره كبيره، يعني كاين اللي ما كيبغيش التقويره تكون كبيره كندير فيها غير 7. كتاخدي سنتيم من هكا وسنتيم من هكا، كتولي عندك ديك 8 ونص حتى 9 سنتيم، كتجي التقويره هي هذيك. من بعد كنطيحوا الكتاف ديالنا على هذا الشكل هذا، كنجيو من هنايا من هذه النقطه ديال الكتاف وكنهبط ب 28، يعني هذا العبار اللي عندي ديال 3 اكس ال، كنهبط ب 28 ها 28، وفي نفس الوقت كنطلع ب 4 سنتيم هي فين غنديروا البليات، يعني هنايا كنطراسي 2 طراسيات. غنطراسي الطراسيه الاولى ديال 28 ها هي، وغتفهموا معايا علاش طلعت ديك 4 سنتيم. هذه هي 4 سنتيم اللي طلعنا، ها هي كنحاول انا ناخذ 4 سنتيم، ها 4 سنتيم وهنا 4 سنتيم، وكنسطروا السطر الثاني بحال هكا. من بعد كنجيو نهبطوا هاد الهبطه هنا ديال التركيز بحال هكا، على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهنايا، بالنسبه للبليات ما كيكونوش على هذا الخط ديال 28، يعني كيكونوا في ديك الطلعه اللي طلعنا ديال 4 سنتيم، يعني دوك البليات كيكونوا هنا في هذا الخط الفوقاني، يعني التقطيعه ما غتكونش هنا انما غتكون هنايا، يعني التقطيعه غتكون هنايا. بالنسبه للبليات كنديروا في البليات، البليه الاولى اللي كتكون في المنتصف كنديروا فيها 5 سنتيم،
يعني 5 سنتيم في جوج هي 10 سنتيم. يعني هاد البليه الوسطانيه كتكون كبيره على البليات الاخرين، يعني هذه كتكون مضروبه في جوج، 5 سنتيم من هاد الجهه و5 سنتيم من الجهه الاخرى. هادو هما البليات غيكون فيهم 5 سنتيم. وبالنسبه للثوب اللي غيبقى لينا ما فيش البليات غتكون فيه 6 سنتيم. ها هي 6 سنتيم، وحنا كنبقاو غاديين بحال هكا وكنعبروا 5 سنتيم و 6 سنتيم. ها 6 الاولى وها 6 الثانيه. كنزيدو نديرو 5 سنتيم، نعاودو نديرو 6 سنتيم. ها هي الثالثه، ها هي كل 6 سنتيم. كنعلمها لكم شحال درنا دابا، درنا 3. بالنسبه للستوات، هاد الستوات اللي كنديرو هما العبار ديال الطرف الفوقاني. شحال عندنا هنا؟ عندنا 25، يعني خاصها تكون عندنا 4 ستوات، يعني 6 في 4، 1 2 3. غنزيدو 6 وحده اخرى، ها هي، يعني هذه اللي كتبقى لينا هنا. هنا فين غنزيدو، هنا فين غنديرو التركيز ديالنا. غنقطع هاد الطرف الاولاني باش تزيدو توضح لكم الفكره اكثر. كنحيدو هاد الطرف هذا الفوقاني على هاد الشكل هذا، بحال هكا. كملوا ليه الفصاله ديالو. حيد الطرف التحتاني ديال الظهر ونخلي الضوبه نعبر الدوره ديال العنق ديالنا، دير فيها 12 او 11 على حسب نتوما كي بغيتو الكول ديالكم. هكا على هذا الشكل هذا، وغندور معاه. كنجيو للكتيفات ديالنا هنا كنقص 1 سنتيم او نص سنتيم باش البياسه ديالنا ملي تلبسيها ما ترجعش لك اللور. من بعد ما كملنا البياسه على هذا الشكل في البصاله نرجعوا لهنايا. كيف ما قلت لكم العبار اللي عندنا هنا هو اللي خاصو يكون عندنا في هاد الستاوات اللي مضروبين هنا. هانتو كيف مشوا معانا، عندنا 25، يعني 6 زائد 6 هي 12، زائد 6 و 6 هي 24. من بعد كنجيو هنا هادشي اللي بقى لينا هنا، ها هي هادشي اللي كيبقى لينا هنا كنديرو تقويره بحال هكا. باش كتعطينا الدوره ديال التركيز. ها هي نعبروا الدوره ديال التركيز ديالنا. غتكون عندنا فيها 29 صافي. ومن هنايا راه كنهبطوا كنحلوا هاد الجهه كامله حتى لتحت. من بعد ما كملنا الفصاله وحلينا هاد الجهه هادي كيف مشوا معايا، هاد اللي حنا مفراسينو كنكرانيو بحال هكا باش يخرجوا لينا حتى في الذوبه من اللور وفي الظهر، يعني باش يجينا نفس العبار بحال هكا. نبقاو غادي مستمرين بحال هكا.
على هذا الشكل هذا. بعد ما كناخذوا الطول ديالنا، يعني ما كنقطعوش هكا نيشان، انما كنطلعوا هنا بواحد 5 سنتيم بحال هكا، باش البياسه ديالنا ما كتجيناش مجنحه. يعني هاد 5 سنتيم غنحاولوا اننا نهرسوها هنايا بحال هكا، بحال هكا، يعني باش البياسه ديالنا ما تجيناش مجنحه. وكنقطعوا على هاد الشكل هذا. على هاد الشكل هذا. هنا كيف ما شفتوا معايا، هذا هو الثوب اللي حيدنا في الاول ديال الكمام، طويته على 4 على هاد الشكل هذا. كناخذ العبار اللي انا محتاجه في التركيز، يعني عندي 29 في التركيز، ها هي فين جاتني، كنطراسيها وكندخل ب 12 سنتيم هنا لتحت بحال هكا على هاد الشكل. يعني الطريقه ديال الكمام راه فصلتها معكم شحال من مره، طريقه سهله. يعني هذه هي القاعده ديال الكمام. كنسطروا خط مائل على هاد الشكل هذا، وهاد الخط المائل كناخذوا العبار اللي حنا محتاجين فيه وكنقسموه على 4. يعني الطريقه راها سهله وباينه وواضحه. كنقسمها على 4، من بعد كنقسمها على 2. يعني هاد العبار اللي عندي كنقسمو على 2 بحال هكا. بالنسبه لهنا في القنت كنهبط ب3 سنتيم، وهادشي اللي كيبقى ليا كندير واحد نص دائره بحال هكا. من بعد ما كندخل على العبار اللي هذه كندير 2 سنتيم، كندخلو هنا ب2 سنتيم، وهنا كنخرج بسنتيم واحد على هاد الشكل هذا. كنجيب النقطه اللي عندي وكناخذ الطول ديال الكم. بالنسبه لطولكم عندي 59. كيف ما قلت لكم في الاول بان هذا الموديل باغي نخدمو بلاستيك، هذا هو العبار اللي بقى ليا ديال اللاستيك، ها هو. وكناخذ 20 في راس الكم. يعني نتوما ديروا العبار على حسب السيده اللي غتخدموا ليها هذا الموديل. من هذه النقطه لهذه النقطه كنلاقي النقاط ديالي بحال هكا. يعني راه ساهل. دابا كندوزو للقطاع. هذا هو الشكل ديال الكم ديالنا كيف ما شفتوا معايا. هذه التنيه اللي غنديروا ديال اللاستيك. خليكم معايا في الفيديو الجاي باش نديروا الخياطه ديال هذا الموديل، وكنتمنى ان الطريقه تكون مفهومه.